لو عايز تعملي أكلة حلوة ومختلفة وسريعة في نفس الوقت يبقى لازم تجربي صدور الدجاج في القلاية الهوائية بالطريقة دي. هنعمل صدور دجاج محشية بالجبن والخضروات وهقولك تعمليها ازاي لو عايزاها مناسبة للدايت، وكمان هنعمل جنبها خضار سوتيه وجارليك بريد. احنا عملنا قبل كده الخضار المشوي، النهارده هنعمل الخضار السوتيه. الوجبه دي كلها عاملينها النهارده في الاير فراير وما اخدتش معايا وقت خالص، اكله سهله وسريعه لو انت مستعجله. وقبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفيني، انا قناه سو لايف، هتلاقي عندي كل وصفات الاير فراير. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. انا معايا هنا صدر فرخه، هعمل الوجبه دي تكفي فردين. في الوصفه دي انا هعمل الصدر كامل، مش هقطعه شرايح زي ما عملنا قبل كده، لكن هعمل فيها فتحات بالشكل ده، فتحات بسيطه جدا عشان عايزه الصدر يفضل سليم زي ما هو واعرف احشيه. لكن مهم جدا تعمليها عشان يشرب من التتبيله كويس، وكمان الصدر ما يكشش منك وقت التسويه. وهبدا افتح من الجنب كده، بس ما تفتحيهوش للاخر، يعني سيبي الجنبين مقفولين. انا عايزاه يبقى شكله زي الجيب كده بالشكل ده عشان نحشيه والحشوه ما تخرجش منه. الطريقه سهله جدا، اضغطي عليه بايدك وابداي افتحيه من الجزء اللي بيكون سميك شويه، ما تفتحيش الصدر للاخر. بس لو حصل والصدر اتقطع منك من الجهه التانية ما تقلقيش، هنقفله برضو ومش هيحصل اي حاجه. ودي البهارات اللي هنعمل بيها تتبيله سريعه للصدور: ملح، فلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، زعتر، رشه من بهارات الفراخ. هضيف عليهم معلقه زبادي وربع معلقه صغيره مستردة. ما عندكيش مستردة ممكن تحطي رشه كركم وعصير نص ليمونه صغيره. طبعا المقادير اللي انا عاملاها بسيطه جدا، انت ضعف الكميه حسب عدد الصدور اللي هتعمليها. وهبدا ادهنها بالتتبيله كويس جدا من كل الجهات، وهسيبها على جنب على ما اعمل الحشوه. زي ما قلت لكم دي اكله سريعه، مش هحتاج ان انا اتبلها واسيبها قبلها بليله ولا حاجه، هسيبها شويه على جنب على ما اجهز الحشوه. وهنا الحشوه اختياري، تقدري تعمليها باي حاجه موجوده عندك واي حشوه تحبيها. انا عندي هنا شويه من ميكس الجبن، رومي على شيدر على موتزاريلا، هضيف عليهم شويه فلفل الوان وجزره مبشوره وقطع زيتون، وعليهم رشه ملح، رشه بابريكا، رشه زعتر. وتقدري تعملي الحشوه مناسبه للدايت، بدل ميكس الجبن تستخدمي جبنه قريش او جبنه فيتا، وممكن تعمليه بحشوه خضار بس او حتى حشوه السبانخ. وهبدا احشي الصدور واقفلها بالخله الخشب بالشكل ده. طريقه سهله جدا زي ما انت شايفه. ولو كانت الصدور اتقطعت منك من الجهه التانية وانت بتفتحيها، حطي برضو خله خشب من الجهه التانية، مش مشكله خالص. احنا كده كده هنشيلهم بعد التسويه. وطبعا زي ما متعودين سخنت الاير فراير دقيقتين على درجه حراره 200، وبعدين حطيت ورقه اير فراير وحطيت عليها الصدور. وهختار برنامج الدجاج اللي هو 27 دقيقة على درجة حرارة 180، لأن دي صدور فراخ مخلية، لكن الفراخ الكاملة بالعظم ليها طريقة تانية عملتها معاكم قبل كده في فيديو. ودلوقتي عدى 7 دقايق، هفتح عليها عشان أقلبها. شايفة الفراخ بدأ لونها يتغير وتمسك نفسها كده وتقفل على الحشوة اللي جواها. هقلبها على الناحية التانية وهسيبها كمان 5 دقايق على درجة حرارة 180 عشان تاخد صدمة كمان من الجهة التانية. كده عدى كمان 5 دقايق على الجهة دي، يعني أخدت 12 دقيقة على درجة حرارة 180. دلوقتي بقى ههدي درجة الحرارة خالص، هخليها على 160 عشان أسيبها تستوى براحتها واطمن إنها استوت كويس جدا من جوه. كده أنا سبتها 15 دقيقة على درجة حرارة 160 وبرنامج الفراخ خلص. هختبرها كده بالخلة، لو طلع مكان الخلة مية يبقى هي لسه ما استوتش كويس من جوه. انا حاسه انها لسه محتاجه تسويه اكتر، وكمان لسه مش ربتش ميتها. هشغل عليها كمان 5 دقايق على درجه حراره 160. وعلى ما الصدور تستوى جهزت الخضار وقطعته صوابع متساويه بالشكل ده. اساسي عندي في الخضار السوتيه الكوسه والجزر والبطاطس، وممكن تضيفي معاهم اي خضار بتحبيه، ممكن مشروم، بروكلي، فاصوليا خضراء. الخضار السوتيه بيتعمل بطريقتين. اول طريقه اللي هعملها معاكم النهارده، في ميه مغليه على نار عاليه هحط الجزر يتسلق 4 دقايق لانه بياخد اكتر وقت في التسويه، وبعدين هحط الكوسه والبطاطس واي نوع خضار تاني وهسيبهم دقيقتين كمان عشان انا عايزاهم نص تسويه عشان ما يتهرش معاكي. دي طريقه. الطريقه التانية بتسوي الخضار السوتيه على البخار. بتجيبي حله وتحطي فيها ميه وتسيبيها لغايه ما تغلي خالص. هتحطي عليها مصفى تكون ستانلس، وفي المصفى هتحطي الخضار السوتيه وتغطي عليه وتسيبي الخضار يستوى لمده 10 دقايق على البخار. بس مهم جدا ان الميه ما تكونش واصله للمصفى. انا قلت لك الطريقتين، اختاري الطريقه اللي تعجبك واعملي بيها. بعد ما سلقت الخضار هصفيه كويس جدا من الميه. وعلى فكره الميه دي ممكن تستفيدي بيها، ما ترميهاش. لو انت هتعملي رز بسمتي اعملي بيها. انا دلوقتي هعمل الخضار السوتيه على طول، لكن لو انت بتجهزيه من بدري وهتسيبيه شويه مش هتعمليه على طول، هتطلعيه على ميه ساقعه فيها تلج عشان توقفي التسويه وكمان يحتفظ بلونه. وهضيف عليه شويه من زيت الزيتون وممكن قطعه زبده وممكن زيت زيتون على زبده. الخضار السوتيه بيبقى تحفه لو عملتيه بالزبده، لكن لو عامله دايت اعمليه بزيت زيتون بس.
وعليه فصين توم مفرومين ناعم. وهنحط بقى البهارات: رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة بصل باودر، رشة بابريكا، رشة زعتر، ولو عندك زعتر فريش يبقى تحفة. بس كده، وهقلبهم كويس. وتعالوا نشوف صدور الفراخ اللي في القلاية الهوائية اخبارها ايه. هي كده اخدت 32 دقيقة وشكلها استوت كويس. تقدري في المرحلة دي تحطي على كل صدر قطعة زبدة وتشغلي دقيقتين على درجة حرارة 200 عشان تاخد لون حلو. لكن انا دلوقتي هشيلها عشان احط الخضار السوتيه، وهعمل خطوة تانية اختياري قبل التقديم. ودلوقتي حطيت ورقة اير فراير تانية عشان احط عليها الخضار السوتيه. زي ما قلت لكم ان احنا هنعمل النهاردة وجبة سريعة، وكمان مش هنغسل الاير فراير. هظبط الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 200. بعد 5 دقايق هفتح عليها اقلبها. قلبي بالراحة وما تقلبيش كتير عشان ما يتكسرش منك. وهسيبه تاني يكمل الوقت. وكده عدى 10 دقايق على درجة حرارة 200. ده شكل الخضار السوتيه. لو بتحبيه كده تمام، لو بتحبي تسوية زيادة شغالي كمان دقيقتين على درجة حرارة 200 حسب حجم الخضار اللي انتي مقطعاه، لكن مش هياخد اكتر من 15 دقيقة على درجة حرارة 200. انا اخد مني الكمية دي والحجم ده اخد مني 12 دقيقة على درجة حرارة 200. هشيل الخضار السوتيه وكنت مجهزه الجارليك بريد اللي هو خبز الثوم. طريقته عملتها معاكم قبل كده، هسيب لكم الفيديو في شاشه النهايه وفي صندوق الوصف. هو بياخد 5 دقايق بس. هعمل الخطوه الاخيره لصدور الدجاج المحشيه بالجبن والخضروات قبل التقديم على طول، وكمان عشان اسخنها بالمره. حد سالني قبل كده اما بنعمل الاكل على ما بنعمل حاجه التانية بتكون بردت، فهي دي الطريقه اللي انا بعملها. اما بكون عامله فراخ مثلا او اي مشويات بعملها الاول وبسيبها، وبعد ما اخلص مثلا البطاطس او الخضار السوتيه احط المشويات اللي انا عملتها في الاول قبل التقديم دقيقتين تتسخن على درجه حراره 200. ودلوقتي ما تنسيش تشيلي اي خله خشب احنا كنا قافلين بيها الصدور. الخطوه دي اختياري اللي انا هعملها. تقدري تدهنيها بمعلقه كاتشب او معلقه صلصه، او حتى تحطي عليها قطعه زبده بس. انا هنا عملت صوص البيتزا السريع اللي عملته معاكم قبل كده، هسيبه لكم برده في صندوق الوصف. هو عباره عن معلقه صلصه على معلقه كاتشب عليها معلقه زيت زيتون، رشه ملح، فلفل، زعتر، توم باودر، بصل باودر، وبدخلهم الميكرويف 30 ثانيه بس. ودهنتي بيه الصدور من كل الجهات. انا عملت صوص بيتزا عشان بيليق على الاكل الايطالي، والوجبه بتاعتنا النهارده كلها اكل ايطالي. ودلوقتي الجارليك بريد خلص، هشيله احط مكانه الصدور. 5 دقايق على درجه حراره 200. الوقت خلص وصدور الدجاج المحشيه بالجبن والخضروات طلعت بالشكل ده، بجد خطيره. تقدري تقدمي جنبها رز بسمتي او خضار سوتيه، وممكن تعملي كميه اكبر. انا هنا كنت عامله 2 من صدور الدجاج وزنهم 500 جرام، لكن الاير فراير ممكن تاخد 4 جنب بعض. شايفه لونها تحفه ازاي، والحشوه ما خرجتش من جوه. واجمالي الوقت للصدور المحشيه اخدت 37 دقيقه بالظبط. الاول 12 دقيقه على درجه حراره 180 عشان تاخد صدمه وتقفل على الحشوه اللي جواها، وبعد كده هديت درجه الحراره على 160 عشان تستوي براحتها لمده 20 دقيقه. وقبل التقديم دهنتها بالصوص ودخلتها 5 دقايق على درجه حراره 200 عشان تاخد لون حلو. والخضار السوتيه اخد 12 دقيقه على درجه حراره 200، والجارليك بريد 5 دقايق بس. يعني الوجبه كلها اخدت اقل من ساعه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واكتبي لي رايك في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.